السلام عليكم اخوتي المغاربه. بهذه المناسبه وبهذا الشيء اللي وقع في المغرب وبهذا الحراك اللي وقع في الريف، كنعلن تضامني من هنا الناس ديال الريف وكل الاحرار المغاربه اللي هما ما راضيينش بالحقره وما رضاوش بالدل. ومن هنا كنعلن تضامني ويعني الانسلاخ بالمعنى الحقيقي على هذيك الهويه اللي ما بقاش كتمثلني، لان هويه الذل وهويه العار وهويه الحقره وهويه ديال يعني الذل، وهذا الشيء لا اقبله وغنتخلى على هذيك لاكارت ناسيونال. اخر شيء اللي كي يعني كيربطني بهذيك البلاد هي وثيقه صغيره هكذا، لان اول باسبور كان في حياتي في 16 سنه، وبعدها ما خدش صافي غيرت الاتجاه نهائيا وغيرت الجنسيه نهائيا. وانا كنعيش يعني في بلاد اللي عطاتني كل يعني عطاتني الحياه الكريمه واحترمتني كانسانه، احترمت حقي كانسانه على هذه الارض، ولو اني ما كنتميش لهذه الارض يعني اصلا جذوري راه مغربيه، ولكن انا باسم المحقورين، باسم الناس اللي كتموت في شواطئ اوروبا، باسم ليديا اللي ماتت ما لقاش حتى سكانير، باسم الناس اللي يعني اللي كتموت قدام امام ابواب المستشفيات، باسم الاطفال المشردين اللي كيتغتصبوا في ساحه جامع الفنا وفي كل مكان وبتغطيه ديال المخزن. انا كنت نازله، هذا اخر وثيقه كتربطني مع المغرب، ويعني وهذا الشيء اللي وانا وكنعلن التضامن ديالي مع الناس ديال الريف، وكنعلن التضامن ديالي مع المعتقلين، وطالب باطلاق سراح ديال جلول والزفزافي، القائد الزفزافي، وكل المعتقلين، ربيع هماز وحموده وكل اللي هو معتقل يعني على الحقره. وكنقول للحكومه المغربيه بركه، وكنقول للنظام المغربي بركه، وكنقول للملكيه المغربيه بركه. راكم شوهتوا، راكم وليتوا ريحتكم عطات، راه صافي، راه العالم كله عرفكم، راه داك الشيء اللي نتوما كتبعوه راه ما بقاش. هذا الشيء راه نتوما كتبعوه يعني الحقره والقمع ديال القرون دازت. راه العالم تقدم، راه العالم ولا كيسمع للشعب ديالو، راه العالم ولا كيتصنت للشعب، لان الشعب ليه الحكم الاول والاخير. فهمتي؟ راه كيف ما طرتوا ولا نزلتوا راه الشعب، السلطه غترجع للشعب في الاول وفي الاخير. ولكن نتوما طغيتوا بزاف وكثرتوا بزاف ومصيتوا الدم ديال البشر، وكل اموال المغرب مصيتوها لانكم جيعانين، وجبتي ناس جيعانه يعني عندها واحد الجشع، واحد يعني رهيب، مصوا البلاد وعلى قيادتهم انت. الابناك العالميه معمره بالفلوس ديال المغاربه، والمغاربه تيموتوا ما لاقيينش حتى سكانير واحد، خصو يضرب 10 السوايع. دا يمو البارح انا شفت فيديو واحد غادي بمامه يديها حتى 10 السوايع من الحسيمه لحتى الكازا باش تعمل عمليه ديال الثدي. واش هذه ماشي حقره؟ واش طفله كان عندها غير يعني ارتجاج في المخ انها خصها تمشي يعني 24 ساعه تسافر حتى الفاس، من تنغير حتى الفاس، علاش؟ باش تلقى سكانير. واش ابواب المستشفيات مسدوده؟ الايرجونس مسدود؟ هذه راه ما كايناش، هذه راه ما كايناش في اي عهد هذا الشيء. والمغرب بخير، عندهم جوج بحور، كاين الفوسفات، كاين الذهب، كون كان يعني تقسيم عادل لهاد الثروه كون هذاك الشعب كيعيش بخير، كون هذوك الناس عايشين بواحد يعني بكرامه. ولكن نتوما بغيتوا يعني احتكرتوا الثروه ديال المغرب فقط لكم نتوما. وهذا الشيء انا كنقدم يعني التنازل ديالي على هذه الهويه اللي ما كتشرفنيش. وهذه هي اخر حاجه يعني لاكارت ناسيونال، للاسف لاني بديت ما كنتش كنعرف في الاول. ها هي اخر حاجه، راني بديت الحرق ديالها. اخر حاجه كتربطني معكم هي هاد لاكارت ناسيونال، هذه ما بقيتش بغيتها. هذيك 16 عام اللي عشتها في المغرب و30 عام برا ما بقيتش يعني كننتمي لهاد الدوله هذه، لان حنا دقنا اللي ما عرفتوش نتوما، حنا دقنا الديمقراطيه، حنا دقنا عزه النفس، حنا عرفنا شنو هي الكرامه ديال الانسان، حنا عرفنا كيفاش ننتقد رئيس الوزراء، حنا عرفنا كيفاش ننتقد رئيس دوله. فهمتي؟ فما غتجيش انا انت مالك ولا تكون كي شكون بغيتي، انت انسان. انا لو درتي الغلط ننتقدك. واش باقي الانسان؟ واش هذه كاينه باقا؟ بنتقدي الملك يقتلوا الناس، يضربوهم، يدخلوهم الحبس، يخشيو فيهم القراعي. اش هاد الشيء هذا؟ اش هاد الشيء ما بقاش.
هادشي راه ما كاينش. انا يا وزير، يعني الوزير الرئيس ديال الدوله هولنديه جابوه في التلفزيون في يعني في برنامج وحطوا له فيلم بورنو يعني مزير كيضحكوا عليه وهو جالس في الانترفيو وما حركش وصافي وضحك وصافي وتقبل يعني النقد والضحك. فرنسا كيعملوا يعني لي غينيول، كيعملوا دي غينيول ديال الفرنسي لي بريزيدون ديال لي مينيستر حتى واحد. وشكون انت؟ شكون انت يعني؟ شكون انت في هذه الارض يعني؟ لانك شكون انت؟ اش هاد القداسه اللي عندك يعني الانسان ما ينتقدكش. المهم هذه اخر حاجه كتربطني بداك الذل وبهذاك العار. واصلا هذاك المغرب ما بقيتش كنبغي نمشي ليه اصلا، لانه كيحقرني قلبي وكيضرني قلبي ملي كنشوف دراري اطفال كيجيو يمدوا يديهم صغار. كيضرني قلبي، كتكون عطله كتولي عندي ميتم. وهذا كنتنازع على هاد الكارطه ديال العار. ها هي اخر شيء كيربطني بهذاك البلاد هذيك. ها هي اخر، ما بقيتش بغيت حتى نجي لهذيك البلاد. يخ اللي كيبقاو فيا غير ولاد بلادي، كنشوفهم كيموتوا كيتضربوا كيتقتلوا، كنشوف الناس كتموت في المستشفيات، كنشوف الاطفال كيموتوا في هذا. هادشي اللي كيبقى فيا. حنا عايشين مزيان ما نقصنا، ولكن كيبقاو فيا ناسي، كيبقاو الناس ديال ديك. ها هي اخر، هاي الله اخر شيء كيربطني بديك البلاد وما بقيتش بغيت نجي لها. وكنتمنى من هذه تكون يعني كنوصي الناس الريف، يا اما تكونوا او لا تكونوا. هذه هي الفرصه، وهذه هي الفرصه للاحرار. خصكم تنوضوا، خصكم تقوموا، خصكم ديروا شي حاجه، لان صافي راه يعني لقد وصل السيل الزبا. يعني بركه وشكرا. سلامه.